السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي متتبعين شيوات موسى، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم بغيت نشارك معكم الشنيك أولا البويوس، حنا كنقولوا لهم بالتطوانية، ونبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. وغادي نبداو على بركة الله. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب سخون أو دافئ. بسم الله. حيتاش كما كتعرفوا دابا الجو بارد، ضروري ما يكون الحليب سخون. و2 كيسان ديال الماء حتى هما دافيين. عندي هنايا كأس ديال السكر صغير، والسكر على حسب الذوق. عندي هنا قبيصه ديال الملح، عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وغادي نعمل الزيت. غادي نعمل 2 معلقات. صافي. وعندي هنا بيضه واحده، غادي نحيد لها داك الحمار، وغادي نحيدو الاصفر عفوا، وغادي نعملو غير الابيض. وهذا غادي نخليوه للتزيين، وغادي نخلط العناصر مع بعضياتها حتى غدوب لي الخميره. ومن بعد ما خلطتهم ودبت لي الخميره غادي نبدا نزيد الدقيق. انا غادي نقول لكم شحال الدقيق هزت معايا. انا كنعمر الكيسان بالمعلقه، كاس يكون عامر على هذا الشكل هذا. وغادي نجمع العجينه ديالي. غادي نزيد الكاس الثالث، وانا كنخلط باش ما كتبرد ليش العجينه. وغادي نزيد الكاس الرابع. صافي، غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نجمع العجينه ديالي ونقول لكم شحال هزت معايا ديال الدقيق. صافي، من بعد ما جمعت العجينه ديالي هذا هو القوام ديالها. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي العجينه مرخوفه وما كتلتصقش في اليدين. وغادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت هكذا، وغادي نجمعها على هذا الشكل هذا. انا ما دلكتهاش، غير جمعتها هكذا. صافي، وغادي نخليها وغادي نغطيها بكيس بلاستيكي وغادي نخليها حتى تختمر ونرجع معكم. ومن بعد ما اختمر لي العجين ديالي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، بسم الله على بركة الله. غادي نبدا نشكل كويرات صغار. بسم الله. على هذا الشكل هذا هكذا. انا دهنت هاد الصينيه بشويه ديال الزيت، وغادي نشكل كويرات هكذا. على هذا القياس هذا. صافي، غادي نستمر هكذا
حتى غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. ومن بعد ما ساليت العجينه ديالي، انا عندي هنا 3 ديال التشينات اولا الليمون قشرته حيت له داك القشره، وغادي نقطعو هكذا شرائح صغار هكذا على هذا الشكل هذا. هكذا صافي. وغادي نجيب العجينه ديالي باش غادي نبدا نشكلهم. انا عندي هاد الطاوه هذه اللي كتدخل الفران، غادي نبدا نشكل العجينه ديالي. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا نعمل هكذا في الوسط، ضروري ما تسكيو عليها مزيان بالكأس اللي عندكم موجود في الدار هكذا. غير بشويه على هذا الشكل هذا. وغادي نقدوهم بالاصبع ديال اليدين ديالنا باش ما خصناش يختمروا وكيطلع ديك الوسط على هذا الشكل هذا. صافي انا غادي نقدم غير هكذا بصبعي. انا عندي هاد الزلافه فيها شويه ديال السكر، غادي نعمل لها شويه ديال القرفه معلقه، وغادي نخلطو فيها مزيان على هاد الشكل هذا. وغادي ننزلها وغادي نشك شويه هنا في الوسط بالفرشيطه على هذا الشكل هذا. وغادي نقدوهم على حسب الحجم اللي عندنا ديال الليمون او التشين. وغادي نبدا نغطس داك التشين هكذا، وغادي ننزلها في الوسط على هذا الشكل هذا. ضروري ما تثبتوها هكذا. وغادي نعاود معكم وحده اخرى. ونتمنى تجربوهم وتتبعوا المراحل كاملين وينجح معكم. صراحه كيجي واحد المذاق غزال على هذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر هكذا حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم باش نزينوهم. صافي من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي واختمر العجين ديالي كما كتشوفوا، غادي ندهنو بشويه ديال البيض هكذا في الجانب، على هذا الشكل هذا.
وغادي نسالي الكميه كامله وغادي ندخلو الفران. انا غادي نشعلو النار غير من تحت وحتى غادي يطيب لي من تحت، غادي نشعلو من فوق يتحمر، وبقاو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي ديال البريوش ديالي باللتين اولا الحامض. ومن بعد ما طابوا لي الشنيك ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا باقيين سخونين، انا غادي ندهنهم شويه ديال الفريز. نتوما لكم الاختيار، دهنوهم بالغسيله اللي عندكم موجود في الدار، كيجيو محمرين صراحه كيستحقوا التجربه. صافي كنعملهم هكذا في الوجه، وكيجيو معسلين بداك السكر وداك التشين اللي في الوسط. كندهنهم هكذا مازالين سخونين باش كيشدوا لي داك الكوفيتير اولا السيله هكذا. وعندي هنايا شويه ديال الكوكو غادي نزين به، على هذا الشكل هذا. تبارك الله ما شاء الله كيخرجوا كميه كثيره. وعندي هنايا شويه ديال كاوكاو ايفيلي انا حمرته على هذا الشكل هذا، انا حمرته مزيان وغادي نزين به هكذا. صافي غادي نستمر هكذا، وبقاو معايا حتى تشوفوهم في طبق التقديم. وهادو هما الشنيك ديالي كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم، بسم الله على بركه الله. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو اسفنجيين الصراحه، شو وكيجيو محمرين. غادي نقطع معكم تشوفوه من داخل، شوف كيفاش كتجي معسله الصراحه كيستحقوا التجربه، ونتمنى تجربوهم. وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.